تخيل تصحى في يوم تلاقي شغلك خلاص اتلغى، مش بسببك ولا لأنك فاشل، لأ، لأن في ذكاء اصطناعي بقى يعمل شغلك أسرع منك وأرخص منك كمان. السؤال هنا، هل فعلا الذكاء الاصطناعي هيبدل الإنسان ولا احنا اللي لازم نتعلم نستخدمه قبل ما يسبقنا؟ على فكرة الفيديو ده مهم جدا لأي حد بيشتغل أو بيتعلم، فاعمل لايك سبسكرايب علشان عايزين نوصل 500 مشترك قبل نهاية الشهر، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم، عاملين ايه؟ الذكاء الاصطناعي ببساطة هو انك تخلي الكمبيوتر او الجهاز يفكر او يتصرف بطريقة تشبه الانسان، بس خلي بالك هو مش بيفكر بعقل ولا بمشاعر، هو بيفكر بالارقام والبيانات اللي انت بتديها له. يعني مثلا لما تكتب على جوجل كلمة تلاقيه كمل الجملة لوحدها، ده ذكاء اصطناعي. لما تفتح موبايلك بوشك ده ذكاء اصطناعي. لما تستخدم شات جي بي تي وتسأله سؤال فيجاوبك كأنه بني آدم بالظبط، ده كمان ذكاء اصطناعي. طب ازاي الذكاء الاصطناعي بيتعلم؟ هو بيتعلم من البيانات اللي احنا بنديها له. كل ما ياخد بيانات اكتر كل ما يتعلم اكتر ويعرف يتصرف في مواقف جديدة، زي طفل صغير بيتعلم من كل حاجة بيشوفها وبيسمعها. بس الفرق ان الطفل بيتعلم من مشاعره وتجربته الشخصية، انما الذكاء الاصطناعي بيتعلم من ملايين الامثلة اللي بيحللها في ثواني. وعندك الذكاء الاصطناعي بيتقسم لثلاث انواع، وخلينا نشرحهم بسرعة من غير تعقيد. اول نوع معانا الذكاء الاصطناعي المحدود، وده اللي احنا عايشين معاه دلوقتي، زي شات جي بي تي او برامج التعرف على الوجه والترجمة. بيعمل مهمة واحدة بس وبيعملها كويس جدا، لكن لو خرج عن اللي اتبرمج عليه بيتلخبط. وعندك النوع التاني الذكاء الاصطناعي العام اللي هو الجنرال اي اي، وده اللي العلماء لسه بيحاولوا يوصلوا له. هيكون عنده قدرة يفكر ويفهم زي الإنسان بالظبط، يتعلم لوحده ويتعامل مع مواقف مختلفة من غير ما نعلمه كل مرة. وعندك النوع التالت الذكاء الاصطناعي الفائق السوبر اي اي، وده بقى المرحلة اللي بتخوف ناس كتير، لأنه ممكن يكون أذكى من الإنسان نفسه، يتطور أسرع مننا وياخد قرارات من غير تدخلنا. بس لحد دلوقتي ده لسه في مرحلة الخيال مش واقع أصلا. فالذكاء الاصطناعي مش مجرد روبوت أو برنامج بيكلمك، ده فكرة، طريقة جديدة نفكر بيها ونشتغل بيها. السؤال الحقيقي مش هو هيبدلنا ولا لأ، السؤال هو احنا مستعدين نستخدمه صح ولا لأ. الذكاء الاصطناعي النهاردة مش حاجة بعيدة، احنا فعليا بنستخدمه كل يوم حتى لو مش واخدين بالنا. أول مثال بسيط جدا، لما بتكتب رسالة على الموبايل ويبدأ يقترح لك الكلمة اللي بعدها، ده ذكاء اصطناعي. لما تفتح الكاميرا وتلاقي الموبايل بيظبط الإضاءة أو بيتعرف على وشك، برضه ذكاء اصطناعي. في التطبيقات اللي بنستخدمها كل يوم عندك زي سبوتيفاي أو يوتيوب، لما بيقترح لك فيديوهات أو أغاني على ذوقك، ده مش سحر، ده تحليل ذكي لسلوكك علشان يعرف انت بتحب ايه. عندك في الطب مثلا في انظمه دلوقتي بتقدر تشخص صور الاشعه بدقه عاليه جدا واحيانا اسرع من الاطباء نفسهم، لكن الفرق ان الهدف مش ياخد مكانهم، الهدف يساعدهم ياخدوا قرارات ادق. وعندك في العربيات عندك عربيه زي تسلا مثلا، هي واحده من اوضح امثله الذكاء الاصطناعي، بتتعلم من ملايين الكيلومترات اللي اتحركت قبلها علشان تتفادى الاخطاء وتتعامل مع الطريق. عندك في البيت كمان المساعدات الذكية زي أليكسا وجوجل أسيستنت، بتفهم كلامك وتشغلك الأغاني أو النور أو التكييف، كل ده عن طريق تحليل اللغة الطبيعية. يعني من الآخر الذكاء الاصطناعي مش حاجة مستقبلية، هو موجود حوالينا فعلا، في جيبك في بيتك في شغلك، بس إحنا اللي أوقات مش بنلاحظ. عايزك تعرف صديقي إن الذكاء الاصطناعي مش بس في الشغل، ده غير طريقة التعليم نفسها. يعني حرفيا أنا واحد من الناس ال AI ساعدني جدا في دراستي، كان بيشرح لي حاجات معقدة كنت بفضل أدور عليها بالساعات، وبيخلي المذاكرة أسهل وأسرع. سواء جيميناي شات جي بي تي أو أدوات تانية كتير، كلها بقت تعلمنا وتراجع معانا كأنها مدرس خاص موجود معاك 24 ساعة. النهاردة تقدر تطلب من ال AI يشرح لك درس بلغة بسيطة أو يعمل لك ملخص سريع، أو ممكن تستخدمه يعمل لك خطة مذاكرة منظمة حسب وقتك، او حتى يخليك تتدرب على اسئله الامتحانات بصيغه مختلفه كل مره. الفكره ان الذكاء الاصطناعي مش بديل عن المذاكره، هو مثال ذكي يخليك تتعلم اسرع وتفهم اعمق، بس لازم تستخدمه صح، لان لو اعتمدت عليه بالكامل هتتعلم اقل من اللي ممكن تتعلمه. الخلاصه الذكاء الاصطناعي في التعليم بقى اقرب من اي وقت، وبيخلي كل واحد فينا يقدر يتعلم بطريقته الخاصه، سواء طالب مبرمج او حتى واحد بيبدا مجال جديد. اللي يعرف يستخدم الادوات دي صح هو اللي هيسبق. وعندك يا صديقي الذكاء الاصطناعي دخل كل مجال تتخيله تقريبا، بس السؤال اللي الناس كلها بتسأله، هو كده خلاص مفيش شغل لينا بعد كده؟ خليني اقول لك الحقيقة، الذكاء الاصطناعي مش جاي يطرد من الشغل، هو جاي يغير شكل الشغل. يعني الوظائف مش هتختفي لكن هتتغير. اللي كان بيشتغل بطريقة تقليدية محتاج يطور نفسه، لكن اللي هيتعلم يستخدم الادوات دي هو اللي هيمسك السوق. خلينا نمشي مجال مجال ونشوف تأثيره فعلا. عندك معانا اول مجال البرمجة، الذكاء الاصطناعي دخل بقوة هنا زي ادوات جيت هاب كوبايلوت، شات جي بي تي، او عندك كورسر
الادوات دي يا صديقي بتكتب كود، تطلع اخطاء وتفهم المشاريع. يعني زمان كان الواحد فينا بيكتب 100 سطر كود في نص ساعه، دلوقتي ممكن تكتبهم في دقيقتين. بس خلي بالك، الذكاء الاصطناعي مش بياخد شغل المبرمج، هو بس بيساعده يشتغل اسرع. المبرمج اللي عارف يستخدم الادوات دي هينتج اكتر، لكن اللي مش عايز يتطور فعلا ممكن يخرج من السوق. عندك صناعه المحتوى الفيديوهات، الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل حاجات كانت بتحتاج فريق كامل. ادوات زي صوره وفيو 3 تقدر تعمل فيديوهات من ولا حاجه، وليفين لابس بتقلد الاصوات بدقه رهيبه، وشات جي بي تي وجيميناي بيكتبوا سكريبتات وافكار لمحتوى في ثواني. بس رغم كل ده لسه المحتوى اللي فيه روح الانسان هو اللي بيوصل. الاي اي ممكن يكتب سكريبت لكن مش هيحس بالجمهور ولا يعرف يتكلم باسلوبك. يعني بدل ما تخاف منه، استخدمه كمساعد يوفر لك وقت في الكتابه والتحضير. عندك في الطب مثلا، هنا الاي اي عامل ثوره حقيقيه في انظمه بتشخص صور الاشعه بدقه 99%. عندك زي ديب مايند هيلث من جوجل، في تطبيقات بتحلل التحاليل وتكشف امراض قبل ظهورها. بس هنا الذكاء الاصطناعي مش بديل للطبيب، هو مساعد للطبيب بيخليه يشخص اسرع ويغلط اقل. يعني بدل ما ياخد مكان الدكتور بيساعده ينقذ اكتر. عندك في التصميم ادوات زي صورة وميد جيرني بقت تعمل تصميمات احترافية في ثواني. بس برضه الفنان الحقيقي هو اللي بيقدر يوجه الأداة دي صح. الاي اي بيولد الصور لكن ما يعرفش الإحساس الفني اللي يخلي التصميم يوصل رسالة معينة. يعني مش بياخد مكان المصمم، هو بس بيرفع مستواه. وفي التسويق والمبيعات برضه يا صديقي، ادوات الذكاء الاصطناعي النهارده بقت بتحلل بيانات العملاء وتعرف مين ممكن يشتري وامتى وليه. يعني من الاخر يا صديقي، الذكاء الاصطناعي مش العدو، هو اداه قويه جدا هياخد مكان الناس اللي بترفض تتطور، لكن هيرفع مستوى الناس اللي بتتعلم تستخدمه صح. زي ما الكهرباء زمان خوفت الناس وبعد كده بقت اساس كل شغلنا، الذكاء الاصطناعي كده بالظبط. في النهاية السؤال مش هل الذكاء الاصطناعي ياخد مكان الإنسان، السؤال الحقيقي هو هل الإنسان هيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي قبل ما يسبقنا ولا لأ؟ إحنا عايشين في زمن التطور فيه بقى أسرع من خيالنا. الذكاء الاصطناعي النهاردة بيتطور بسرعة محدش كان يتخيلها. يعني اللي كان بياخد سنين علشان التكنولوجيا توصل له النهاردة بيتحقق في شهور أو حتى أسابيع. لو نفتكر الإنترنت مثلا أخد أكتر من 10 سنين علشان يوصل للعالم كله، الذكاء الاصطناعي عمل ده في أقل من سنتين. النهاردة كل كام شهر بيطلع اصدار جديد من نماذج زي شات جي بي تي وكلود وجيميناي، وحتى فيديوهات الذكاء الاصطناعي زي صورة من اوبن اي اي اللي بتخلق مشاهد حقيقية بالكامل من مجرد وصف بالكلام. وده بيورينا قد ايه المستقبل جاي اسرع من اللي متوقعينه. بس مش كله خوف، لان في فرص عظيمة جدا. في الطب مثلا الذكاء الاصطناعي بقى يقدر يكتشف امراض من صور الاشعة بدقة خرافية حرفيا. وفي التعليم بدأنا نشوف مدرسين افتراضيين بيشرحوا لكل طالب على حسب مستواه وطريقة فهمه. تخيل كل واحد عنده مدرس ذكي خاص بيه. وفي الصناعة الشركات دلوقتي بتقلل الهدر وتزود الإنتاجية لأنها بتستخدم أنظمة ذكية بتتنبأ بالأعطال قبل ما تحصل. بس في نفس الوقت الموضوع مش كله وردي، الذكاء الاصطناعي هيأثر على شغل كتير. المهن اللي فيها تكرار زي إدخال البيانات أو خدمة العملاء بدأت فعلا تقل، واللي بيشتغلوا في التصميم أو الكتابة أو حتى البرمجة بدأوا يحسوا إن الذكاء الاصطناعي بيشاركهم في الشغل. بس خلي بالك، مش معنى كده إنه بياخد مكانهم، هو بياخد مكان اللي مش بيتطور. يعني اللي بيعرف يستخدمه بذكاء هو اللي هيبقى أقوى، الكاتب اللي بيستخدمه في البحث والتحسين هيكون أسرع وأدق، والمصمم علشان يطلع أفكار أو سكتشات أولية هيوصل لنتائج عبقرية. فالذكاء الاصطناعي مش عدو، هو أداة بس لازم إحنا اللي نعرف نمسكها صح. وأكيد طبعا يا صديقي في مخاطر كبيرة، منها إن في ناس بتستخدم الذكاء الاصطناعي في نشر صور أو فيديوهات مزيفة، وده ممكن يسبب كوارث في السمعة والمعلومات. وعشان كده بدأ يظهر مجال جديد اسمه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، اللي فكرته ببساطة إننا نحط قواعد تضمن إن الذكاء الاصطناعي يفضل في صف الإنسان مش ضده. وفي النهاية السؤال اللي كلنا بنسأله، هل الذكاء الاصطناعي هيبدل الإنسان؟ الحقيقة لأ، مش هيبدل الإنسان، لكن هيبدل الإنسان اللي مش بيطور من نفسه. الذكاء الاصطناعي فعلا ممكن يسبقه، لكن اللي بيستغل الأدوات دي ويتعلم يستخدمها هو اللي هيكون دايما سابق بخطوة. لأن الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي يساعدك تكون نسخة أقوى من نفسك. دي بداية مرحلة جديدة في حياتنا، مرحلة لازم نكون جزء منها مش مجرد متفرجين. اللي هيكسب في المستقبل مش اللي شاطر في شغله بس، لكن اللي يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي صح، اللي يتعلم يخليه يساعده ويوفر له وقت ويطور فكرته بدل ما يهددها. أنا عن نفسي واحد من الناس اللي فعلا الذكاء الاصطناعي يساعدني في كل حاجة، في الدراسة، في الشغل، في الكورسات، وحتى في التخطيط لأفكاري. فبدل ما تقعد تقول هيخلينا نبطل شغل، ابدأ استخدمه النهارده وشوف قد ايه هيسهل عليك حياتك. وقبل ما تقفل الفيديو عايزك تجاوبني في الكومنتات، هل شايف ان الذكاء الاصطناعي فرصة ولا تهديد؟
ولو حبيت اعمل فيديو تاني اشرح ازاي تستخدمه بنفسك في شغلك خطوه بخطوه. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل لهدفنا 500 مشترك قبل نهايه الشهر، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستناني في الفيديو الجاي. السلام عليكم.